ان انا كريم انور محمود، محامي للشؤون القانونيه من سنه 2003. كنت بلعب كوره في نادي الزمالك وقطاع الناشئين، ثم ترقيت بقيت مدير شؤون عاملين من سنه 2009 لسنه 2013. كنت عضو في لجنه تنميه الموارد، كنت مسؤول عن عقد رعايه نادي الزمالك 2013. كنت عضو لجنه تنميه، كنت مسؤول عن عقد الرعايه سنه 2013 اللي هو يورك. انا بصراحه يعني الحشد اللي موجود دوت مخليني مش قادر اقول حاجه غير انا اشكر كل الناس زملائي والاعضاء، وفعلا حاسين ان انا عملت حاجه في السنين القليله اللي انا قعدتها في نادي الزمالك في مجال العمل. اما بالنسبه للشؤون العاملين فانا كل الموجودين دول زملائي، وقدرت اعمل حاجات كتيره قوي ليهم وهم عارفين، وعشان كده هم بيساندوني في حاجه زي كده. انما انا كل الناس كانت بتسالني ليه يا كريم انت مش عامل برنامج انتخابي؟ الناس كلها كانت بتاخد الورق ويجي الورق كله مكتوب، وبعد الانتخابات ما تخلص الناس ما تلاقيش حاجه بتتنفذ، عشان الناس كلها للاسف اللي بتبقى جايه بتبقى جديده على النادي، فلما تيجي تخش جوه الواقع بيلاقوا حاجات ثانيه خالص. نادي الزمالك فيه مشاكل كتيره جدا، يعني نادي الزمالك من اكبر فيه مديونيه بتوصل ل 300 مليون جنيه، فعشان كده انا الناس برنامج انا عايز اخدم الاعضاء بفلوسهم بحقوقهم. عضو نادي الزمالك انا بحس ان هو يعني انا بمروري على الاعضاء في الايام اللي فاتت الاخيره كل مشاكلهم من حاجات متكرره، هي الخدمات الاجتماعيه من دورات مياه لحدائق اطفال لكراسي وترابيزات، مع ان هم حقهم علينا ان احنا نرتقي بيهم اكتر من كده. فانا بوعدهم ان انتوا بفلوسكم وبالحاجات اللي بتقدموها لنادي الزمالك انا هعمل بيها حاجات لنادي الزمالك. وكان في مشاكل في الجزء الرياضي، طول ما انتوا متوحدين وهتختاروا مجموعه تدير نادي الزمالك 4 سنين قادمه، هو دوت امل نادي الزمالك الفتره الجايه شبابه. انا بوعد شباب النادي ان انا هقدر. انا بستغرب ان نادي الزمالك للالعاب الرياضيه ما فيهوش ملاعب كره خماسيه، دي حاجه غريبه، ما فيش حدائق اطفال. كل ده انا بوعدهم ان شاء الله ان شاء الله، والحاجات دي مش مكلفه، الحاجات دي من حقوقكم. الاعضاء بتدخل في السنه 16 مليون جنيه، لازم اديهم حقهم، مش لازم ابقى موجود ساعه الانتخابات بس وبعد الانتخابات افضل في المكتب. انا ماليش مكتب، انا مكتبي في وسطكم، انا هبقى قاعد في وسطكم. انا على طول دايما تلاقوني حتى لما كنت ماسك مدير شؤون عاملين على طول ببقى قاعد تحت وبستقبل العامل قبل الموظف. انا كل الناس اخواتي، ويمكن دوت اللي حصل لما انا جيت انتقلت من شؤون عاملين كانت الناس كلها يعني زعلانه، وده كان حاجه مؤثره ليا وحاجه كان شرف ليا. انا عايز اتكلم على الاجهزه الرياضيه. انا بشكر جميع الاجهزه الرياضيه اللي كانت شغاله في نادي الزمالك في الفتره السابقه. لما جهاز رياضي يقعد ما يقبضش 14 شهر ويفضل قاعد بيشتغل بضمير ويفضل بيجي التمرين كل يوم وبيطلع لنا ابطال، فدول لازم يتحطوا فوق الدماغ. انا بوعدهم ان شاء الله ان هم ليهم استحقاقات في نادي الزمالك، ان شاء الله ان شاء الله لو ربنا وفقني احاول اجيبها لهم، وانا لازم ان شاء الله لو ليهم جنيه احاول اجيبه لهم. ما ينفعش في وقت الزنقه اللي هو شايل فيها لو ربنا كرم النادي وقدرنا ننمي الموارد بتاعته نسيبه. وكان من الناس اللي عامله مجهود كابتن حماده عبد الباري وجميع المدربين الموجودين. اما بقى بالنسبه للهيكله وهيكله الموظفين والحاجات دي انا هبقى مسؤول ان شاء الله لو نجحت عنها. الموظف مفيش حد هينقله تاني غير باقتراب الشؤون القانونيه. الموظف مش شغال عند حد، موظف مش عبيد عند حد، موظف نادي الزمالك محترم واعضاء نادي الزمالك محترمه. انا بقول لهم ان شاء الله ان شاء الله هقف في ظهركم وانا مش هسيبهم. انما انا بتكلم في نقطه ان انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا وفقني عايز اعمل خدمات لاعضاء نادي الزمالك بجد بجد والله العظيم. انا رشحت نفسي عشان خاطر اعضاء نادي الزمالك. احنا معاك ربنا يخليك. فانا دلوقتي مش عارف، انا طبعا بشكر جميع الموجودين وبتمنى حضوركم في الجمعيه العموميه يوم 28 واتمنى مساندتكم ليا.
واتمنى اختيار الاصلح لنادي الزمالك، واتمنى ان انتم وانتم ماسكين ورقه اختيار نادي الزمالك اظنها ورقه امتحان لاولادكم. انا شايف اصلا شباب اللي هم نازلين تحت السن كلهم اخواتي، وشايف المنافسه هايله، وحاجه ديت انا نفسي جميع حتى الكبار الناس كلها كويسه ومحترمه، فانا نفسي اعضاء نادي الزمالك تختار الاصلح لنادي الزمالك اللي يقودوا المرحله الجايه، اللي هو نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي فعلا. وشكرا.